هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ على ميعادنا النهارده في الفيديو ده هنتكلم عن كل ما يخص موضة خريف وشتاء 2025 و26. هنتعرف على الالوان اللي بتسيطر عليه والخامات اللي لازم تكون موجودة في دولابك والقطع اللي لازم تعرفيها، من الكوتات للبوتات والاكسسوارات والشنط والحجاب، وكمان اطلالات السهرة والكلاسيك والعصري، وكل تفصيلة تخليكي تباني طبيعية وأنيقة وواثقة. خليكم معايا لحد النهاية واستعدي للتجديد الكامل في دولابك. السيزون ده مليان بالالوان كتيرة جدا وجميلة، وتعالوا نتعرف على الالوان المسيطرة عليه اكتر حاجة، وهي هنلاقي معانا البني شوكولاتة والموكا والورم توب والسبايسي اورنج والرويال بيربل او البنفسجي، ودرجات الاخضر كمان زي الاوليف او الجراس جرين والسموكي جراي والبرجندي والشيري ريد. كمان هنلاقي الوان باستل مكملة معانا زي الباودر بينك والبيتال بينك والباودر بلو. جمال الالوان دي ان كل لون منهم ممكن يتنسق مع اكتر من خامة ويديكي اطلالة جديدة كل يوم. وبالنسبة للخامات بقى، اكتر حاجة هنلاقيها ظاهرة السنة دي هو الجلد، هنشوفه بشكل ضخم. هيكون موجود في الجواكت وبنطلونات وفساتين احذية. كمان خامة زي السويد او الشموع هتكون موجودة بكثرة في الجواكت والجيبات وبرضو الأحذية والحقائب، وكمان خامات أساسية عندنا زي الصوف أو الفارو، واللي ممكن يستخدم كلمسة نهائية في كوت أو في سكارف. كمان الدانتيل هيكون مثالي للقطع الأنثوية زي الفساتين والبلوزات. ودلوقتي هنتعرف على القطع الترندي اللي هتكون موجودة معانا السنة دي. وأول حاجة هنبدأ بيها طبعا الكوتات. عندنا الكوت الطويل أو القصير، دول لازم يكونوا في دولابك، تختاريهم حسب ذوقك والمكان والاستخدام. كمان هنلاقي كروب جاكيت بخامة تشبه خامة الكوت، او كمان هنلاقي الكوت يكون معاه سكارف من نفس الخامة بتاعته، وهنلاقي السكارف كمان موجود معانا بشكل عام. كمان فيها البنطلونات الجلد سواء الفوكس ليزر او الجلد الطبيعي، ترند اوي الموسم ده. هنلاقي معانا الرافلز او الكشاكش موجودة بكثرة، سواء كانت في فساتين طويلة او ميدي، او في الجواكت والبليزرات المتفصلة او التوبات الكلاسيكية والقمصان. بالنسبة للجيبات هنلاقي عندنا الجيبات الماكسي الواسعة او البنسل، سواء كانت قصيرة فوق الركبة او تحت الركبة، لانها بتدي شكل انيق ومتناسق مع الكوتات والبليزرات. وكمان ترندي قوي القطع اللي بتكون ضيقة من عند الخصر وواسعة من عند الجنب، والجواكت اللي فيها كتف عريض. طبعا هي كانت معروضة في الرانوي عريض قوي، بس احنا هناخد الحاجة المناسبة لينا. القطع الكروات الكبيرة كمان موجودة معانا السنة دي، واللي تقريبا موجودة عند الكل. وكمان المقلم سواء بالطول او العرض هنشوفهم في قمصان او في توبات او فساتين. كمان موجود معانا السنة دي الفرنج ستايل، هو القطعة بيكون خارج منها خيوط رفيعة كتير من نفس القطعة. وهنلاقي كمان الستايل الغربي الريفي اللي هو الكاوبوي هيظهر في بعض القطع زي الجواكت والأحزمة. واكيد في ترندات مريحة زي اللبس الرياضي، لكن هيكون بخامات فخمة زي بنطلون رياضي من قماش راقي مع جاكيت قصير شيك او كوت كلاسيك. ودلوقتي وصلنا للشوزات وللشنط، واكتر حاجة هتكون متواجدة هي في البوتات. البوتات العالية قوي اللي هتكون فوق الركبة او تحت الركبة، واللي هيكون ترندي اكتر معانا هو البوت الواسع. ولو كنتي مش حباه فممكن تلبسي البوت التاني اللي هو هيكون لحد فوق الركبة، بس طبعا هو مش هيكون مناسب مع كل الناس زي ما عرفنا قبل كده في فيديوهات الستايلينج. كمان هنلاقي الأحذية المسطحة ليها حضور كبير في موضة الخريف السنة دي. وخامات الشنط السنة دي هتتنوع ما بين الجلد والسويد. كمان هتاخد اشكال الهلال او الاشكال الكلاسيكية زي التوب هاندل او الدكتور باجز اللي هترجع بقوة من تاني. اما بقى بالنسبة للأحزمة فهي هتكون موجودة السنة دي باشكال مختلفة جدا وكتيرة قوي لتحديد الخصر واضافة لمسة فخمة على اللبس. بالنسبة للاكسسوارات فالترندي منها السيزون ده السلاسل القصيرة اللي بيكون فيها تعليقة صغيرة، وكمان الخواتم البسيطة. فلما نيجي نختار اكسسوارات نختار قطعة تكمل الاوتفيت الاساسي بتاعنا، خصوصا لو اللبس بتاعك كان فيه خامات لمعة او فيه طبقات متعددة، لانه ده هيكون منتشر قوي السيزون ده.
وبالنسبة للحجاب فبنختار خامته تكون خفيفة وممكن يكون فيها مزج بين الألوان، زي مثلا شال شيفون بلون كريمي أو بيج مع تفاصيل صغيرة من اللون القوي اللي موجود في الإطلالة، أو صوف أو كشمير أو الكتان الخفيف أو القطن التقيل. ممكن كمان نربط الحجاب مع حزام أو بروش بسيط بيدي لمسة فخمة. كمان الحجاب الطويل والواسع بيدي حرية حركة ويكمل الترند الحالي للطبقات. فنصيحتي ليكي في الحجاب اختاري حجاب بخامة تتناسب مع باقي القطع بحيث يكون الحجاب جزء من اللبس بتاعك او من الاوتفيت كامل مش مجرد اضافة عليه. ودلوقتي هنشوف بعض اطلالات السهرة واللي هتكون بخامات مخمل او دانتيل بالوان عميقة مع اكسسوارات معدنية خفيفة. ودلوقتي بقى مع شوية نصايح تنسيق سريعة، خدي بالك متستخدميش اكتر من 3 الوان زاهية في نفس الوقت، وكمان لو لبستي قطعة جلد لامعة فخففي تفاصيل اللمعة في الاكسسوارات. والطبقات استخدمي الكارديجان او الجواكت الخفيفة فوق توب بسيط او شميز وبعد كده ممكن الكوت فوقهم. وفي اختيار الشوز او الشنطة بتفضل انك تنسقيهم مع الالوان المحايدة او تختاري اي لون من الالوان القوية اللي في الاوتفيت بتاعك. لو عجبك الفيديو اعملي لايك وشاركيه مع اصحابك وما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة. واستنوني في فيديو الخميس الجاي علشان نكمل سلسلة تحليل الالوان وتكتشفي الوانك المناسبة لو كنت خريفية بشكل خاص. وبالنسبة للتواصل على انستجرام وفيسبوك هسيب لكم الروابط في الديسكريبشن بوكس. وشكرا ليكم على متابعتكم وباي باي مبدعين ونكمل حكاياتنا في الفيديو الجاي.